زي النبي وهيبدأ بمين؟ قرر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يختار من أصحابه اللي عارف إن فيهم الخير وابتدى بيهم. ابتدى بمين؟ بأبو بكر الصديق. قال له: لقد بعثني الله بالإسلام. فيقول له أبو بكر: وآمنت بك يا محمد. على طول كده بدون أي تفكير أو أي أسئلة صدق اللي سماك الصديق. أول المبشرين بالجنة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سرعة إيمان أبو بكر: والله ما أحد دعوته إلى الإسلام إلا ونظر وفكر إلا أبو بكر، ما أن دعوته أسلم لله عز وجل. ويدعو الصحابة للإسلام ويسلم على إيد أبو بكر 6 من المبشرين بالجنة. بدأ الصحابة يكتروا وابتدى يعلم الصحابة القرآن اللي بيتنزل عليه، وبدأوا الصحابة يحبوا الإسلام وترق قلوبهم ويحبوا النبي حب شديد. كانت بداية الدعوة سرية، يقال فضلت 3 سنوات لحد ما نزلت على النبي الآية الكريمة: وانذر عشيرتك الأقربين. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعشيرته، أهله، أعمامه، أولادهم. بالمناسبة أحب أعرفكم على أولاد النبي. ربنا رزق النبي صلى الله عليه وسلم ب6 أبناء من ستنا خديجة. القاسم توفى قبل النبوة وهو عنده 2 تقريبا، وزينب وهي أكبر أبناء النبي، ورقية وأم كلثوم وفاطمة وهي أصغر بنات النبي، وعبد الله ولد بعد النبوة. وأبناء النبي كلهم اتوفوا في حياته ما عدا فاطمة، اتوفت بعد وفاته ب6 أشهر تقريبا. بدأ الدعوة الجهرية في دايرة عائلته، وأول من اصطدم النبي بيهم كان بعمه أبو لهب وعمه العباس. وابتدى النبي ينشر الدعوة لكل الناس. وقف النبي فوق جبل الصفا وابتدى ينادي كل قبيلة باسمها لحد ما اتجمعوا. قال لهم: لو أخبرتكم إن ورا الجبل ده، خلف الجبل ده، جيش عايز دلوقتي يحاربكم، أكنتم تصدقوني؟ لو جبل صغير لو قلت لكم في جيش وراه دلوقتي هتصدقوني؟ قالوا له: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. ازاي ما يصدقوش وهم بنفسهم اللي لقبوه الصادق الامين؟ فرد النبي صلى الله عليه وسلم: اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وينادي كل قبيله باسمها: اسلموا لله عز وجل فاني لا اغني عنكم من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد أسلمي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يقف أبو لهب ويقول لهم: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ اسكت، سكتوه. تتنزل الآية في أبو لهب: تبت يدا أبي لهب وتب. الهلاك والعذاب لأبي لهب. تحمل النبي الأذى، كان عمه أبو لهب بيقذفه بالحجارة والنبي ما كانش بيرد عليه. وهنا يجي دور عمه أبو طالب، ونعرف ليه جد النبي يختار ابنه أبو طالب برعاية النبي وما اختارش حد تاني من أولاده. يقف أبو طالب ويقول له بكل حزم وقوة: دع محمد، والله إني أسرع الناس لفعل ما تحب. عايز يسلم يعني، بس أنا متمسك بدين آبائي، ولكن يا محمد لأحميك منهم أبدا ما حييت. كل ما تشاء يا محمد وأنا بجانبك. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بكلام عمه ده جدا. وتعدي أيام صعبة على أوائل المسلمين هيتعرضوا فيها للتعذيب. كانوا بياخدوا سيدنا بلال وقت الظهر في عز الحر والشمس ويلبسوه درع حديد عشان الحرارة كلها تتجمع في جسمه. انتوا متخيلين السخونة؟ وكانوا بيضربوه بالسياط ويأمروه يشتم النبي، وكان بيرد ويقول جملته الشهيرة: أحد أحد، لحد ما راح سيدنا أبو بكر وقرر